قصر سليمان. نهار مشمس. قصر ضخم من الحجر يحيط به جنود وطيور. سليمان يجلس على عرشه يحيط به وزراء. سليمان يسأل عن هدهد الذي لم ير منذ الصباح. الوزير الأول يجيب بأنهم بحثوا عنه في كل مكان. سليمان يتأمل ويقول أن هناك شيء ما. يدخل أحد الحراس هدهدا في قفص صغير. الحارس يقول لسليمان أنهم وجدوا هدهدا عند بوابة القصر. سليمان يسأل هدهد عن سبب تأخره. هدهد يجيب بصوت يشبه صوت الإنسان ويقول أنه سافر إلى أرض بعيدة، أرض سبأ. أرض سبأ. نهار مشمس. مدينة ضخمة، معابد شاهقة، ناس يعبدون الشمس. منتج يظهر هدهد وهو يراقب أهل سبأ، ثم ملكتهم بلقيس. الراوي يوضح أن هدهد رأى قوما يعبدون الشمس وملكتهم بلقيس، حاكمة حكيمة وقوية. قصر سليمان. مساء. سليمان يجلس على عرشه وهدهد أمامه. هدهد يخبر سليمان عن قوم يعبدون الشمس ويقدمون لها القرابين. ملكتهم بلقيس، امرأة حكيمة وقوية تحكم مملكتها بعدل. سليمان يتأمل ويقرر إرسال رسالة إليها. قصر بلقيس. نهار. بلقيس تجلس على عرشها وتحيط بها حاشيتها. يدخل أحد الحراس رسالة من سليمان. الحارس يخبر بلقيس عن الرسالة من ملك عظيم، ملك إسرائيل، سليمان. بلقيس تقرأ الرسالة وتعبر عن دهشتها. بلقيس تتساءل بصوت قوي عن سليمان، الملك العظيم الذي يدعوها إلى عبادة إلهه. قصر سليمان. نهار. سليمان يعد جيشا من الجن ليرسل إلى بلقيس. سليمان يعلن أنه سيظهر لبلقيس قوته وحكمته بإرسال جيش من الجن. قصر بلقيس. نهار. بلقيس تستقبل جيش سليمان. تعجب بلقيس بقوة سليمان وتعلن إسلامها. منتج يظهر بلقيس وهي تعلن إسلامها وتقدم الهدايا لسليمان. الراوي يوضح أن بلقيس أعجبت بحكمة سليمان وقوته وأصبحت من أتباع دين التوحيد. مشهد ختامي يظهر سليمان وهدهد معا يعبران عن فرحهما بانتصار التوحيد. سليمان يربط على رأس هدهد ويشيد بأداء واجب. الختام يبرز أن التعاون والحكمة يؤديان إلى نشر الحق.